اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة كده بقى معانا سلسلة من سلسلات اوعي تتجوزي البخيل. هيطلع عينك وهيبقى بخيل عليكي في كل حاجة، حتى في مشاعره. اوعي تتجوزي في بيت عيلة. واللي هيجي يقول لي طب ما انا متجوزه في بيت عيله والدنيا تمام وزي الفل وما عنديش مشاكل خالص، هقول لك ممكن تكوني انت يعني من الشواذ بتوع القاعده. لكن بامانه يعني ما فيش حد اتجوز في بيت عيله وقال لك ده انا عايش مبسوط ومرتاح ومش عارفه ايه. لا، تخيلوا كده بني ادمين مع بعض، كل واحد بطريقه فكر مختلفه، باسلوب مختلف. يعني عايزه اقول لكم بايه بأزمنة مختلفة. يعني ممكن تكوني عايشة مع حد مش من نفس سنك، حد أكبر منك، حد أصغر منك. فكل العقليات دي بقى لما تتجمع مع بعض في بيت واحد، وهم مضطرين وملزمين ان هم يعاملوا بعض، وخصوصا بقى اللي هو ايه، افتح النهارده كلنا هنقعد في الشقه الفلانيه، بكره كلنا هنقعد. مفيش بقى حته الخصوصيه دي، حاجه صعبه جدا جدا جدا. واوعي تتجوزي ضعيف الشخصيه. ضعيف الشخصية ده بقى هيبرمطك هنا وهناك، اللي هو يعني كل بني آدم هيقول له كلمة فهياخدك بيها شمال وهياخدك بيها يمين، وهتنتهي في الآخر على كارثة. والشخص بقى الضعيف دوت، يا سلام بقى لو اجتمع مع بيت العيلة، دي كده مصيبة كبيرة. فانت كده خلاص بقيتي الكورة بتاعتهم، ومش هتخلصي من المشاكل ولا من وجع القلب اللي هيجيلك من الموضوع ده. اوعي تتجوزي الشكاك. الشكاك دي يعني مصيبة سودة، اللي هو هتبصي تلاقي نفسك خلاص، يعني يا هتقتليه يا هيقتلك. هو بيشك في كل حاجة، بيشك في كل تصرف، بيشك في كل حركة، تلاقيه بيفتش وراكي دايما. هتتخنقي مع الوقت، هتتخنقي. وما تفهميش الموضوع ده غلط، اصله بيغير عليا، اصله مش عارفة ايه. في فرق ما بين الغيرة وفي فرق ما بين الشك. الشك ده بيوصل لمصايب فعلا يعني. كمان اوعي تتجوزي الخاين. انا كنت ناسيها ازاي دي. اوعي تتجوزي الخاين. الخاين ده بقى هيطلع عينيك، وما فيش وديل الكلب ما بيتعدلش. لا، ما بيتعدلش. هيفضل طول الوقت كده، طول الوقت علاقات نسائية متعددة هتزهقك في عيشتك، هتوصلك لدرجة ان انتي هتبدأي تشكي في نفسك. وبدل ما انتي كنتي بتبقي واقفة قدامه وعمالة تتخانقي وزعلانة وبتزعقي ومش عارفة ايه، هتبدأي انتي تبصي لنفسك وتقولي ايه، طب هو انا فيا ايه؟ ايه اللي يخليه يعني يروح يدور بره شمال ويمين؟ انا وحشه قوي للدرجه دي؟ هو انا مقصره قوي للدرجه دي؟ لا. واوعي تتجوزي الشخص المبهدل اللي ما بيهتمش بنظافته، يعني في المطلق. ما هو لا، مش هينفع. ما هو انا مش هيبقى معايا حد معفن، لا مش كده. انا لازم اهتم بنظافتي. وبعدين احنا عندنا مبدأ غريب جدا، الست مش بتهتم بنفسها، جوزها اتجوز عليها. ايه ده؟ عملتي ايه؟ اكيد مش مهتميه بنفسك، اكيد مش واخده بالك منه، اكيد سايباه وطول النهار مركزه مع العيال ومع البيت ومع المذاكره وي 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 وي. طيب، الست خدت بالها من شكلها وراحه بقى الكوافير ومهتميه بكل حاجه. اه بص طول النهار عامله في نفسها ايه؟ دي عماله بقى حطالي شمال ويمين ومهتميه بنفسها، تلاقيها مهمله في بيتها. اكيد مهمله في جوزها. ويا سلام بقى لو عرف واحده عليها او اتجوز عليها. ما هي صحيح، طول النهار رمياله اكيد عياله، اكيد مش بتنظف الشقه كويس، اكيد اكيد اكيد. اللي هو سلسله اللوم على الست دي، اللي انا مش عارفه هتنتهي وهتخلص امتى. لا، هو مش شرط على فكره، ومش لازم. هو ممكن يكون في مشكله من الطرف ده او من الطرف ده، مش شرط ان يكون اللي عامل المشكله دي كلها هو الست. طب ما هو انت بتقولي اهتمي بنظافتك الشخصيه، انا عايزه اشوفك ايه بقى يعني هيفقوه في البيت. طب وحضرتك ايه؟ مش لازم تبقى استاذ رغبه علامه ولا ايه؟ ولا احنا خلاص الراجل مش مهم عنده الموضوع دوت؟ لا. اوعي تتجوزي حد مهمل في نظافته الشخصية ومهمل في شكله. واوعي تتجوزي صليط اللسان. اوعي يعني ما تتغاضيش انتي. مرحلة الخطوبة دي بيبقى كل واحد عارف انت محنتف كده، وكل واحد عايز يظهر احسن حاجة عنده. وبتبقى المرحلة دي بقى كلها اللي هو بقى الحب والمشاعر والحنية والدلع وي وي. تخيلي انك في المرحلة دي تتهزقي وتتشتمي. والموضوع يوصل كمان انه ممكن يبقى قدام الناس بره تتهزقي وتتشتمي. ساعتها اجري اهربي فورا، لان تخيلي ان المرحلة دي اللي كلها دلع ودلال وحب اتشتمتي. شوفي بقى انت في المرحلة اللي جاية هتبقى يعني ايه اللي هيحصل. اوعي
تفكري تتجوزي راجل بيمد ايده. يعني برضو ارجع واقول المرحله اللي كلها حب ودلال ودلع وي وي وي، تقومي انتي قاعده مثلا واتخانقتوا او حصل بينكوا تاتش، وفجاه هوب تلاقي قلم نازل على وشك. ايه ده؟ اللي هو ايه الصدمه دي؟ انتي لازم تجري من اول قلم، اوعي تستني التاني، لان دي مصيبه كبيره. تخيلي ان انتي في المرحله دي خدتي قلم، المرحله بقى اللي بعد كده ايه اللي هيحصل فيها؟ وده بقى يعني يا ريت كمان الاهل ياخدوا بالهم منه، لان ساعات البنات بتشتكي ويقولك ايه، طيب معلش يا ستي هو تلاقيه بس كان متعصب، انتي ممكن تكوني نرفزتيه، وده اللي بيعمل مصايب بقى بعد كده. نبص نلاقي كوارث كبيره بتحصل ويعني ممكن توصل لجريمه قتل. فاوعي اوعي تتجوزي صليط اللسان ولا اللي بيمد ايده. فربنا يرحمنا بص كل الحاجات دي هي عمرها ما هتتجمع في شخص، دايما هتلاقي كل شخص في حاجة، في حاجات تتغاضي عنها وفي حاجات ما ينفعش تتغاضي عنها. الحاجات اللي انا قلتها دي انا شايفاها ان هي صعبة جدا، ما ينفعش ان الواحد يعديها. ليه بقى؟ لان هتعيشك في مرار. الحياة مكملة، الحياة مكملة، يعني هي مش تجربة وهنخرج منها والدنيا هتبقى لذيذة وجميلة وكيوت لا. وخصوصا ان احنا في مجتمع عربي شرقي، كله هيقعد يقولك ايه، ايه ده، دي اتطلقت، طب ليه، طب يا حرام، طب مش عارفة ايه. وعلشان البنت دايما بتبقى عارفة ان الجمل دي بتتقال، فتيجي تقولك بقى ايه، طب انا هستحمل شوية، طب انا هسكت شوية. واوعي اوعي 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 60,000 اوعي تتجوزي المدمن، تقولي لا عادي وهو هيبطل عشان خاطري وهو مش عارف ايه وي 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 وي. لا، الاحلام الوردية دي مش هتحصل ابدا. هو عايز يبطل يبطل مع نفسه، لا، انا مش مع حتة ان انتي تخوضي التجربة دي. دي مغامرة، العواقب بتاعتها للأسف هتوصلك في حتة تانية خالص. ربنا يرحمنا جميعا، وربنا يرزقكم جميعا بشخصيات كويسة تكمل معاكم حياتكم، وبإذن الله يكون في تواصل كده بينكم، حب وتفاهم واحترام متبادل وثقة متبادلة.